سؤال: هل تعرف نفسك؟ هل تعرفين نفسك؟ أرسطو يقول: اعرف نفسك، وهذه من أصعب الأسئلة. وأفلاطون يقول: أفضل غزوة يغزوها الإنسان عندما يغزو ذاته حتى يتعرف عليها. يمكن قبل 30 سنة حاولت أتعرف على نفسي وما زلت إلى الآن أتعرف. تعرفون النفس زي يعني أشبه ما يكون زي البصلة، كل ما قشرت قشر طلع لك بعده وبعده، فأنت كل يوم تكتشف شيء في ذاتك، تتعرف على شيء في ذاتك وهكذا. فأنا قبل 30 سنة حاولت أتعرف على نفسي ولقيت والله تعريف الواحد من المفكرين يقول: إذا قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. جميل، إذا أنا من أصحابي. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي، والمرء من جليسه، إلى آخره. قلت بس أنا أشوف جلسائي بس. بعد ما بديت أقرأ لقيت لا، في 13 جملة زي هالجملة. يعني لو جينا بنستعرضها: أولها قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. ثانيها قل لي من تتابع أقول لك من أنت. ثالثها قل لي ماذا تسمع أقول لك من أنت. رابعها وخامسها قل لي ماذا تقرأ أقول لك من أنت. أيضا قل لي بماذا تفكر أقول لك من أنت. قل لي ماذا تكتب أقول لك من أنت. قل لي ماذا تقرأ أقول لك من أنت. قل لي أين تسافر أقول لك من أنت. قل لي ماذا تفعل في وقت فراغك أقول لك من أنت. قل لي ما هي هواياتك أقول لك من أنت. أيضا وش بعد؟ أحاول أتذكرها إن شاء الله لأن ذاكرتي الحمد لله قوية. قل لي ماذا تفعل في وقت فراغك أقول لك. قل لي ماذا تأكل. You are what you eat. أنت عبارة عن ما تأكل. قل لي ماذا تأكل أقول لك من أنت. وش بعد؟ وش والله أشياء يعني هنا 14 قاعدة. كل شوي يقول قل لي ماذا كذا أقول لك ماذا كذا. قل لي ماذا كذا. قل لي ماذا تشرب أقول لك من أنت. طبعا بكر أبو دمعة الظريف صديقي قلت له هالكلام، قال أبدا، أنا عندي 3 تعريفات للإنسان تحدد لك من هو. قلت له إيش هي؟ قال 3. قل لي ماذا تشجع أقول لك من أنت. طبعا هو اتحادي ويحب الاتحاد، يقول إنه اختيارك للفريق هذا أنت تختاره، فيعكس عقليتك ووعيك في أشياء غصب عليك. يعني أنا مثل لون بشرتي غصب عليك، لكن الاتحاد أنا اخترته وبكر أبو دمعة اخترته. إذا قل لي ماذا تشجع يا عمار أقول لك من أنت. 2 قال لي أبدا كمان بكر أبو دمعة يقول قل لي كيف ترقص أقول لك من أنت، لأنه يقول الرقص عبارة عن تعبيرات الجسد، مكنونات الجسد. هل أنت ترقص حزين؟ هل أنت ترقص مبسوط؟ هل أنت ترقص بالسيف؟ هل رقص مصري؟ رقص صعيدي؟ رقص دبكة لبنانية؟ إلى آخره. أخيرا قال بالنسبة للثالثة، قال قل لي كيف تتصرف إذا واحد أعطاك كف أقول لك من أنت. كف كذا حار يعني خلي خدك أحمر كذا كأنه بندورة ولا طماطة. قال إذا أنت واحد أعطاك كف كيف ردة فعلك؟ قل لي ردة فعلك أقول لك من أنت. والله تفكرت يعني، طب قلت له والبنات كيف نعرفهم؟ قال أبدا، البنت قولي لي ما لون ونوع جوالك أقول لك من أنت. قلت لا يعني بس كذا نحصرهم؟ قال لا يعني بشكل بسيط، هذا يدل يعني دائما جوال البنت ولونه ونوعه يعكس يعني طبقتها ويعكس أفكارها وإلى آخره. فكروا يا جماعة فعلا. قل لي من أنت وقل لك من أنت. قل لي أين تسكن أقول لك من أنت. لقيت 20 تعريف، وأنتم إيش تختارون من هالتعريفات؟ أو عندكم تعريف ثاني بليز ضيفوه. وهذا كتابي كيف نستثمر قوة العقل الباطن، وغيره من الكتب اللي ممكن تفيدك موجودة في متجر عرفجيات. اكتب متجر عرفجيات، الأخ عمار ما شاء الله جزاه الله خير رفع الكتب ويبيعها بثمن رخيص. أنا هديته إياها ويبيعها بثمن رخيص. خلاص شوف الساعة بس حلوة. برضو قل لي أين تنفق وقتك؟ كيف تدير وقتك أقول لك من أنت.